السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حد قال لي انا اجيب الشعير منين وكده. الشعير موجود عند العطار يا جماعه، في ناس ما تعرفوش صحيح. لكن هو موجود عند العطار، لو جبت ب5 جنيه الدنيا هتبقى تمام. النهارده حبيت اعمل لكم سقوه بديل للشعير، اللي هي سقوه البقدونس. هي سقوه غسيل كلوي زيها زي الشعير بالظبط، لكل اللي مش عايزه تروح تشتري من عند العطار او مكسله. هتجيبي ربطه بقدونس وتغسليها وتحطيها في الميه كده، تقطعيها وتحطيها في حله على النار وتغلي. تسيبيها لحد لما تغلي كويس قوي. وبعد كده بتصفيها، بتحطي الورق بتاع البقدونس ده للفراخ البلدي او البط الموجود عندك. لو مش موجود بقى ارميها، وتاخدي الميه بتاعتها تعمليها سقوه للفراخ البيضه، تعمليها سقوه كمان للفراخ البلدي وللحمام وللبط ولاي طيور موجوده عندك. السقوه عباره عن ربع كوبايه ميه على اللتر ميه زي ما انا عامله كده دلوقتي. طيب، سقوه البقدونس دي غسيل كلوي حلوه جدا، مضاد سموم طبيعي، وبتحسن الهضم كمان، وبتقوي المناعه. طيب، بتعمل كمطهرة طبيعي للكبد. احنا ساعات بنذبح الفراخ البيضاء نلاقي الكبد بتاعها مش مظبوط خالص، ده بسبب السموم الكتيرة اللي موجودة. فهي مطهر طبيعي للكبد، وكمان مطهر حلو جدا للجهاز الهضمي. وبتقلل كمان من التهابات الصدر والخنفرة عند الفراخ. فهي كده فيها حاجات كتير، بسبب ان هي بترفع المناعة بتاعت الفراخ. ممكن كمان تضيفي لها ليمون، وممكن كمان نضيف لها قرنفل وجنزبيل. براحتك، عايزة تعمليها لوحدها كده تمام، هي كده لوحدها تمام التمام. تعمليها لو مرة كل أسبوع أو مرتين على الأقل في الأسبوع. بالمناسبة الفراخ بتاعتي عمرها 20 يوم، وهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مناعتهم كويسة، حيويتهم كويسة، بسبب ان انا بعمل لهم وصفات طول الوقت. ويا جماعة انا ما عملتش وصفات على العلف نهائي المرة دي، هنعمل مع بعض ان شاء الله. كمان هنتابع مع بعض الفراخ ونشوف اوزانها الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لو فيديو النهاردة عجبكم لايك وسبسكرايب، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.